هو الكون اتكون ازاي؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده عندنا فيديو جديد، فيديو عن نظرية الانفجار العظيم او بالانجليزي ذا بيج بانج ثيوري. نظرية الانفجار العظيم هي نظرية عن نشأة وتطور الكون او الكون بدأ ازاي يعني، وهي اكتر نظرية الناس والعلماء مصدقين ان الكون بدأ بيها. النظرية دي بتقولك إن الكون زمان كان سخن وكثيف جدا لدرجة إنه بدأ يتمدد، وبيقولك إن الكون ده كان حتة واحدة أول لما تم إنشاؤه. في كام تقدير كده بيقولك إن الكون بدأ من حوالي 13.8 مليار سنة، وده برضه يعتبر عمر الكون دلوقتي. بعد التمدد ده الكون بدأ يبرد بدرجة كافية إنه يبدأ يكون جسيمات دون ذرية زي البروتونات والإلكترونات والنيوترونات، بس برضه تكون نوايا ذرية بسيطة بعد الانفجار العظيم بحوالي 3 دقايق. بس برضه خليك فاكر أنا بقول بسيطة، بس الحوار أخد آلاف السنين علشان الذرات المتعادلة كهربيا تتكون. معظم الذرات اللي اتكونت عن الانفجار العظيم كانت بتتكون من هيدروجين وهيليوم وحبة ليثيوم. بعد كده بدأت تتكون سحب عملاقة من العناصر دي باستخدام الجاذبية علشان السحب دي بعد كده تتحول لنجوم ومجرات، وبدأت تتكون عناصر أتقل منها لسه قايلهم بسبب تفاعلات الانصهار النجمي. النظرية دي بتقدم شرح كبير للظواهر اللي احنا بنشوفها، وبتتشاف بالتلسكوبات الضخمة والتلسكوبات الفضائية، وبرضه بتقدم وفرة من أرصاد الإشعاعات الكونية والبنية الضخمة للكون. زمان كان ممكن تستخدم قوانين الفيزياء عشان تحسب الكثافة وحرارة الكون، بس دلوقتي مينفعش نستخدمهم. هتقولي ليه؟ هقول لك ايه اتقل، انا جاي في الكلام اهو. زمان المجرات كانت قريبه من بعضها مش زي دلوقتي. هتقول لي طب هي ليه مش قريبه دلوقتي؟ هقول لك عشان المسافه ما بين المجرات بتزيد يوم بعد يوم، بالرغم ان ممكن للمسرعات الكبيره للجسيمات انها تستنسخ الظروف دي علشان يتاكدوا من تفاصيل نموذج الانفجار العظيم. بس المسرعات دي ما قدرتش الا انها تبحث في الانظمه عاليه الطاقه، والكلام ده بيقولك ان حاله الكون في اللحظات الاولى بعد البيج بانج كان مبهم، بمعنى غير معروف يعني. وخد بالك من التفصيلة المهمة دي، النظرية دي مش بتوضح المجرة كانت عاملة ازاي قبل البيج بانج، انما هي بتحاول تفسر نشأة وتطور الكون بعد اول لحظة من الانفجار، وبتقول ان الانفجار ده هو اللي بدأ الزمان والمكان، وان الفيزياء ما شافتش اي زمن قبل الانفجار العظيم. من وجهة نظر الفيزيائيين ان الزمن بدأ اصلا مع الانفجار، هو نفس الكلام اللي انا لسه قايله. بس برضه خليك فاكر ان كل النظرية دي هي مجرد نظرية، محدش عارف دي الصح ولا دي الغلط. اي نظريات العلماء بيقولوها وانت دورك يا تصدق يا ما تصدقش براحتك. النظرية دي بدأت سنة 1927 تحديدا في بلجيكا. قدم الكاهن الكاثوليكي والعالم جورج لومتر فرضية، مجرد فرضية كده، بيقول فيها ان الكون ده اتكون بسبب التمدد اللي حصل. والفرضية دي بعدين اتعرفت باسم نظرية الانفجار العظيم، يعني اتحولت من فرضية لنظرية. مع مرور الوقت العلماء بدأوا يكملوا على الفرضية دي علشان يعرفوا ايه نشأة الكون وبدأ امتى وبدأ ازاي. اعتمدت النظرية دي على نظرية تانية اسمها النسبية العامة لأينشتاين، واعتمدت برضو على تبسيط الفرضيات زي تجانس النظام وتوحد خواص الفضاء. واللي قال على المعادلات الرئيسية للنظرية دي كان عالم اسمه ألكسندر فريدمان، واللي ضاف صيغ بديلة ليها كان عالم اسمه فيليم دي سيتر، هو ألماني فغالبا اسمه بيتنطق كده. سنة 1929 اكتشف العالم إدوين هابل إن المسافات للمجرات البعيدة مرتبطة بقوة الانزياح الأحمر. بتقول لي إيه هو الانزياح الأحمر ده؟ هقولك بكل اختصار إن الانزياح الأحمر هي ظاهرة زيادة طول الموجة الكهرومغناطيسية اللي جاية لنا من واحدة من الأجرام السماوية نتيجة سرعة ابتعاده عنا. استنتجوا من ملاحظة هابل إن كل المجرات العنيد البعيدة ليها سرعة ظاهرة تختلف عن فكرتنا إن كل لما تبعد سرعتها الظاهرية بتزيد بغض النظر عن الاتجاه. ورغم انقسام المجتمع العلمي بين نظريتين تمدد الكون اللي هما نظرية الانفجار العظيم ونظرية الحالة الثابتة، كل نظرية منهم في ناس بتأيدها وناس لأ، بس التأكيد اللي قال إن نظرية الانفجار العظيم هي الأصح جمع اكتشاف الخلفية الإشعاعية للكون سنة 1964، واكتشفوا إن طيف الخلفية الإشعاعية متطابق مع الإشعاع الحراري للأجسام السوداء. ومن ساعتها علماء الفيزياء الفلكية بدأوا يضيفوا إضافات رصدية ونظرية لنموذج الانفجار العظيم، وبقت هي النظرية اللي بيستخدموها في أبحاث علم الكونيات النظري. نسيت أقول لك إن صاحب اسم النظرية دي أصلا عالم فلك اسمه فريد هويل، غالبا هو ده اسمه يعني. وقال الاسم ده في مقابلة ليه مع الهيئة الإذاعية البريطانية سنة 1949. في كلام طلع ساعتها إن هو قال الاسم ده للسخرية عن النظرية، عشان هو من الناس اللي مصدقين نظرية الحالة الثابتة
مش نظرية الانفجار العظيم. بس هو طلع ونفى الكلام ده وقال ان اسم النظرية دي هو قالها لتسليط الضوء عليها وعشان يقول الفرق بين النظريتين. ايه بقى مصير الكون من وجهة نظر النظرية دي؟ في سيناريوهين العلماء قالوا عليهم لمستقبل الكون من وجهة نظر النظرية دي. السيناريو الاول بيقول ان لو كثافة كتلة الكون زادت عن الكثافة الحرجة وفق معادلات فريدمان، فالكون هيوصل لحجمه الأقصى وبعد كده هيبدأ ينهار وهيكون أكثر كثافة وسخونية وهينتهي بيه الحال زي ما بدأ، هيحصل تمدد ويبدأ كون جديد. والعلماء سموا السيناريو ده باسم الانسحاق العظيم. تاني سيناريو بقى بيقول لك لو الكثافة بتساوي أو أقل من الكثافة الحرجة بس عمره ما هيقف، بس اللي هيقف ساعتها هو تشكل النجوم مع استهلاك الغاز بين النجوم في كل مجرة، والنجوم هتبدأ بقى تتحرق وتكون الأقزام البيضاء وثقوب سوداء ونجوم نيترونية. هتقول لي ايه هي الاقزام البيضاء؟ هقول لك انا بكل بساطة، الاقزام البيضاء هي نوع من انواع النجوم في مجرتنا وليه حجم صغير كده في حدود حجم الكوكب، علشان كده طلع عليه اسم القزم علشان هو اصغر من حجم باقي النجوم، بس كثافته عالية جدا توصل لمليون مرة قد كثافة الشمس ولونه ما بين الابيض والاصفر، وتدريجيا هتبدأ الاجسام تخبط في بعضيها وتكون ثقوب سوداء كبيرة وهيقرب متوسط درجة حرارة الكون للصفر المطلق، وساعتها هيحصل حاجة اسمها التجمد الكبير أو بيج فريز. وكمان بسبب إن البروتونات مش مستقرة، المادة الباريونية هتختفي وهتسيب إشعاع وثقوب سوداء، وفي الآخر الثقوب السوداء دي هتتبخر بسبب انبعاث إشعاع هوكينج، والإشعاع ده هو إشعاع حراري بتتنبأ الفيزياء بيه ويتسمى إشعاع هوكينج بالاسم ده نسبة للعالم والفيزيائي ستيفن هوكينج، علشان هو اللي برهن وجود الإشعاعات دي نظريا سنة 1974. وتكملة بقى اللي كنت بقوله إن بعد لما إشعاع هوكينج ينبعث انتروبيا الكون هتزيد لنقطة مش هتسمح يكون فيها طاقة منظمة، والسيناريو ده معروف باسم الموت الحراري للكون. والأرصاد الحديثة لتسارع تمدد الكون بتقول إن كتير من مناطق الكون المرصود دلوقتي هيخرج من أفقنا. في بقى نظرية اسمها لمبادة CDM بتقول إن في طاقة مظلمة في شكل ثابت كوني، وبتقول برضو النظرية دي إن الأنظمة المترابطة بالجاذبية زي المجرات كده تفضل مع بعض بس هتكون معرضة للموت الحراري مع تمدد وتبرد الكون. ومن التفسيرات التانية للطاقة المظلمة زي نظريات الطاقة الوهمية اللي بتفترض إن التجمعات المجرية والنجوم والكواكب والذرات والأنوية والمادة نفسها هتتقطع مع تزايد تمدد الكون، وهم سموا برضو الافتراض ده باسم التمزق العظيم أو البيج ريب. بس كده نكون خلصنا بقى الفيديو بتاع النهارده بتاع نظرية البيج بانج، وانا دلوقتي بصراحة مش عارف الفيديو ده هينزل امتى، بس هو غالبا كده هيبقى نظام فيديوهين في الشهر، اسبوع واسبوع، يعني اسبوع او اسبوع لا او كده. لسه عندنا الفيديوهات الجاية بقى عندنا لسه نظرية الأوتار، نظرية التطور، ولسه في مفاجآت تانية يعني غير النظريات طبعا. ما هي النظريات هي مجرد سلسلة في القناة، والقناة هتبقى أكتر من حاجة طبعا. بقى إيه، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ولو سألتني ليه مش لابس النضارة هقولك عشان النضارة كانت بتعكس الرينج لايت، فإيه كانت ممكن تزاولك أنت في الفيديو، فكده أحسن. أنت بس إيه، ما تنساش إيه تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتعمل لي فولو على الانستجرام، هتلاقيه تحت في الديسكربشن، هيظهر لك في مكان من ما على الشاشة هنا، وكذلك برضو على التيك توك والتويتر هتلاقيهم برضو كلهم تحت في الديسكربشن. بس سلام.